السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هنا بسلم عليكم وبقول لكم لايكات كتير للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله هنعمله مع بعض. وقبل اي حاجة هنعملها ان شاء الله لازم ندعي لاخواتنا واهالينا في غزة، ربنا ينصرهم ويقويهم ويعدي المحنة دي على خير يا رب العالمين. ونصلي على النبي بقى ونبدأ الفيديو بتاعنا عليه الصلاة والسلام. كل ينزل يصلي على النبي في الكومنتات دلوقتي ان شاء الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. هنا معانا 3 بصلات كبار. هنعمل ايه الاول؟ ايوه نقول هنعمل ايه ولا نخمن كده مع بعضينا ولا ايه النظام؟ يلا نشوف الفيديو على طول. هنا هنعمل حواوشي. معانا 3 بصلات كبار وقرنين شطه كبار ونص كيلو لحمه، نص كيلو لحمه. فرمت البصل بتاعي ناعم كويس قوي وهعمله في زي ما انتم شايفين في الطبق ده. العصاره بتاعته هنزلها خالص، وكل قرن بصل شايفين انا بعمل ازاي. البصل ولع في عيني. كل بصله هعمل بس قرن شطه، يعني بصله ونص ومعاها قرن شطه فرمه معاها على قد الكبه بتاعتي. يعني المهم ان كميه البصل معاهم القرنين الشطه دول، وهنفرمهم ناعم خالص. يا عين عليا يا عين يا غلبانه يا امل، البصل هراني. المهم هفرمهم كويس ناعم خالص زي ما انتم شايفين كده في الكبه، وهصفي العصاره بتاعتهم زي برضو في الطبق ده كويس جدا. انزلها كلها عشان ما تعملش في اللحمه بتاعتي. وانا عندي اللحمه مفرومه وشين يا جماعه، مفرومه ناعم وشين، بس برضو ده ما يمنعش ان انا احطها في الكبه بتاعتي مع البصل اخليها جوسي خالص ومفرومه ناعمه جدا. شايفين كان لونها فاتح ازاي مع انها مفرومه وشين؟ فما تتفرم ناعم قوي هتبتدي عامله زي العجينه كده، تبقى ملساء خالص. فهفرمها في الكبه وهزود عليها البصل بحيث ان هو يفرمها جامد. هنا عندي بقى قرن يعني حبة كزبرة على شبت شوية كده، يعني جبتهم من الحزمة. كان عندي يعني حزمة في التلاجة فجبت منها عود كزبرة على شبت وفرمتهم بإيدي كده بالسكينة ناعم وحطيتهم. خلى تست الحواوشي تحفة والريحة ما حصلتش. بعد ما عملت بقى حتة اللحمة والشين زي ما انتم شايفين كده والبصلة مفرومة ناعم، هحط بقى بصل واعمل عليه اللحمة كمان وش. هتستوي معايا بسرعة وبتبقى العجينة احسن وكده. الله عليك يا بنتي امل، عليكي شويه شاي بالنعناع. اتفضلوا شاي بالنعناع تحفه. المهم خلينا في الفيديو بتاعنا. وحطيت العود الكزبره على شبت معاها بقى وفرمتها في الكبه كويس قوي. هنا كنت عايزه احكي لكم على حاجه بقى حصلت معايا، ان على ما اللحمه تتفرم وكده ونخلصها. انا عايزه اقول لكم ان البوتاجاز بتاعي فرقع امبارح للمره الثالثه. المره الثالثه من اول ما اشتريته، مع انه جيرمان المانيا يا جماعه، جيرمان ماركه معروفه، بس مش فاهمه ايه اللي بيحصل معايا. مره اللي يفرقع من فوق والسلوك كلها تسيح، ومره الفويان بتاعته معرفش فيها ايه وكذا حاجه. دي تالت مره او رابع مره، تالت مره. المره دي انا كنت بعمل صينيه مكرونه بشاميل، حتى عملت حته صغيره مقطع صغير ممكن ابقى احطه لكم هنا في الفيديو ده في الاخر تشوفوه. كنت حاطه جنبه طقم البهارات وكانت الانبوبه الحمد لله بس اللي قفلتها وكده، طقم البهارات اتكسر كله. فبعمل صينيه مكرونه بشاميل زي ما قلت لكم كده وحطها في الفرن وسايباها ورايحه ابص عليها عادي. لقيت انا مش شايفه المكرونه قد ما شايفه الفرن كله نار، نار فيه. فعايزه اقول لكم والله بجد انا اتعقدت من البوتاجاز ده خالص ونفسيتي تعبت منه وما عادش فيه امان خالص. الشركه والصيانه جت لي مره واتنين وتلاته وطلبت منهم التغيير للبوتاجاز، قالوا لي لا احنا هنصينه بس لكن مفيش تغيير. فبصراحه تعبت منه جدا ومش عارفه اتصرف ازاي ومش عارفه اعمل ايه. انا دلوقتي قاعده من غير بوتاجاز. المهم فبقول لكم بقى اليوم ده كان بالنسبه لي صعب واتخضيت خضه صعبه جدا. اتخضيت خضه والله بعمري في اليوم ده فعلا يعني. بس الحمد لله اللي ما اذتنيش لا انا ولا اولادي وعدت على خير. والحمد لله ان انا لحقت الانبوبه وقفلتها. الحمد لله اللي عدت على خير. عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ان ربنا يسترها معايا ومع اولادي ويعدي الايام ده على خير يا رب اللهم امين. هنا بقى عجنت العجينه بتاعه الحواوشي كويس وحطيت البهارات. حطيت البهارات بتاعتها، انا مبحبش ازود بهارات كتير، هي 7 بهارات وملح وفلفل اسمر علشان طعم اللحمه يبقى باين، بالذات في اللحمه يا جماعه ما نزودش اي بهارات. هنا فرشت ورق فويل وورق زبده
عايزه اقول لكم برضو ان غلطت في حته ورق الزبده دي، لانه العيش كان مسك فيها فكان بيعزم، لكن الحواوشي مش محتاج غير ورق فويل بس. طلعت العيش بتاعي يفك اهو. هقص منه حته من الاطراف بس علشان اعرف احشي كويس العيش بالعجين وايه، ونعمل الحواوشي بتاعنا. النص كيلو لحمه عمل معايا 8 سندوتشات كبار. العيش ده كبير يا جماعه، حواوشي عمل معايا كمية 8، وانا مالية. شايفين واخدة لحمة قد ايه؟ انا مالية الرغيف. انا عايزة اللي ياخد رغيف لا يقول كفاية، اللي هو ملياه لحمة بجد، مش مثلا حاطة كده حتة وخلاص، لا حاطة لحمة كتير في الرغيف. مش قادرة اقاوم الشاي بالنعناع. كمان تعبانة من امبارح، حاسة او من الخضة من الخضة اللي شفتها من البوتاجاز ده او ايه بقى معرفش. من امبارح حاسة ان انا داخلة على برد، صوتي متغير، تعبانة كده مش مظبطة يعني. فقلت اعمل شويه شاي بالنعناع كده، حاجه دافيه اشربها وفي نفس الوقت ايه طعم النعناع يبقى موجود. مش عارفه ليه انا في الفيديوهات ما ببطلش رغي، كل ما اصور فيديو لازم حد يكون بيكلمني. والله ما فاكره كنت بتكلم في ايه، بس مش عارفه ليه كده. المهم انا بحشي العيش بتاعي بالحواوشي. كميه البصل يا جماعه 3 بصلات كبار بتخلي الحواوشي تيستو عالي قوي. الشطه بتودي في حته تانية. البهارات بتاعتنا تكون قليله، مش قليله ان هي مش موجوده، لا اللي هي بهارات اللحمه بس. وعندكم الفلفل الاسمر والملح، يعني قصدي قليله ان لما يكون البهارات مش كتير في عددها التيست والطعم بتاعكم بيكون اصلي وطعم احلى، تلاقوا الاكل احلى. مش لازم بقى نقول فلفل وكمون وما اعرفش إيه، لا مش لازم والله يا جماعه، انا عندي كل البهارات دي، بس لا اللحمه بتحب الملح والفلفل الاسمر وبهار لحمه او ال7 بهارات بس، بتوديها في حته تانية والطعم بيبقى عالي بصراحه. هنا بحشي الكميه اللي معايا كلها زي ما انتم شايفين. اللي وصل معايا بقى في الفيديو لحد هنا وانا بحشي الرغيف ده ينزل في الكومنتات حالا يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم ويثبتهم وينصر الاسلام والمسلمين جميعا يا رب العالمين في كل مكان يا رب، ويعدي الايام دي على خير يا رب. وعايزاه كل عنده بوتاجاز لجرمانيا اللي هو الالماني ده يا جماعه يقول لي برضو في الكومنتات هل حد حصل معاه اللي حصل معايا ده قبل كده. وزي ما قلت لكم مش مره ولا 2 ده 3. وهل ده طبيعي؟ وده عيب صناعه مثلا، ولا عيب عندي في ايه، ولا ايه المشكله؟ انا مش فاهم. اولا انا مش مشغله في الكهرباء عشان مثلا ان هو يفرقع او يحصل منه اللي حصل ده. دي 3 مره يا جماعه زي ما قلت لكم، ما كانش من فوق وغيرت فويا وغيرت كل حاجه. فعايزاكم برضو تفيدوني في الكومنتات، اللي عنده حاجه، اللي عنده البوتاجاز يعني زي ده يفيدني. انا عارفه ان هو نضيف وعارفه ان هو كويس وفي ناس جايباه بيشكروا فيه جدا، بس مش عارفه حظي معاه عامل ليه كده، او حظي في البوتاجازات عموما يعني. فالحمد لله اللي عدت بخير يعني، الحمد لله. والله يا جماعه انا قعدت في الارض يومها بقيت اقول الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا ولادي بخير وكل حاجه في داهيه، الحمد لله. المهم هنا بقى جبت اللي حطيت حواوشي في الفرن 4 ترغيفه وكده، حطيتهم وجبت بقى الصاج بتاع الفرن التاني ده اللي هو المخطط ده، حطيت عليه ورق فويل وقمت حاطه الحواوشي ومسحته بالزيت من الجنبين، وهحطه برضو في الفرن عشان يطلع كله مع بعض. همسح وشه وهقلبه على الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده، وامسحه من الناحيه التانية برضو بالظبط كده. كنت محتاجه زيت يعني فزودت هنا شويه اهو. بمسح بقى وش شايفين العيش ما شاء الله تحفه ازاي، وحجم الرغيف زي ما قلت لكم حجمه كبير جدا والله ما شاء الله. اللي اخد سندوتش وكان في يعني بقيت اقول كل واحد 2، لا ما شاء الله اللي اخد 1 ما كانش عايز تاني. خلصت خلاص وحطيتهم في الفرن وسبتهم يستووا. قلت اغسل الطبقين اللي في الحوض عشان ما يبقاش ورايا حاجه. شايفين الحواوشي بقى طلعته ما شاء الله عامل ازاي من الناحيتين. وهنا بقى كنت سلقه بطاطا وباميه وجبنه وعيش، وبرده عملت الصينيه دي على جنب اللي عايز كده ياكل واللي عايز كده ياكل. وهنا برص الحواوشي بتاعي بقى في سرفيز. وبعت احمد ابني جاب شيبسي
وقلت بقى ايه ازين بشيبسي وكده. وده اول صاج طلع اهو ما شاء الله. شايفين شكل الحواوشي تحفه تحفه تحفه. وهنطلع ايه السرفيز التاني برضو دلوقتي ما شاء الله. زي ما قلت لكم عملت عيش وكنت سلقه بطاطا وحاجات من دي برضو على جنب وباميه وكده. اللي عايز كده برضو او عايز يزود الاكل هنا يعني موجود ده وده على حسب الرغبه بقى، اللي حابب حاجه يعملها. شايفين الليمونه اللي اتحدفت لي دي؟ هنا بقى عملت طحينه وظبطتها. كلكم عارفين طريقه الطحينه يعني، فمش محتاجه ان انا اقول. ظبطنا الدنيا. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وده الحواوشي بتاعنا تحفه. عايزاكم تجربوا الوصفه بطريقتي وهتعجبكم ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ودمتم في امان الله. مع السلامه.